السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الزلف اللون خاوتنا، عرفاكم باللي ما عندناش بزاف ملي خرجنا من المجلس الدستوري، والآن خطفوا رشيد نكاس. يا الخاوة راهم خطفوا رشيد نكاس بالعنف. ما قدرناش كيما سينا أنا وزميلي مصطفى أكثر من 60 بوليسي كلهم، وراح نديروا بيان هام هكذا خاوتنا. رانا نجرو دوكا موراهم. رشيد نكاس امامكم. عفوا هدوء صوت يصلح. السيد اللي امامكم هو رشيد نكاس الحقيقي بالاسم الذي تقدم الى المجلس الدستوري بملف ترشح، والسلام واصل عنده اسم شبيه باسم السيد رشيد نكاس الاخر، وهذا هو يثبت ذلك. فيه ملف كامل اداري، طبعا هذا ملف اداري، لكن هو عارف بانه قدم الملف وهو نفسه يشهد بذلك امامكم، لكن هو مش متعود على الصحافه والاسئله كثيره، لكن قدم نفسه وقال انا جيت. انا رشيد نكاس المولود في شلف كما قلت عام 74. جيت قدمت للمجلس الدستوري بملف ترشح وكذا وكذا. هذا هو التصريح نتاع اي مترشح فقط، كما عملنا مع كل مترشح. كاين اللي قدم خطوط عريضه وتصريح اكثر، وفيه اللي يختصر فقط. واضح سي رشيد؟ نقل نتحدث عن المترشح. On parle du candidat vrai, juste devant vous. C'est pas à moi de commenter l'autre. ايه فهمنا وراه نكاس، هذا فهمناها، وهذاك اللي دخل. يا جماعه سكتوا الله يرحم باباكم باش تسمعوا. كان يقول لكم الله يرحم باباكم سكتوا باش نفهموا. سيل فو بلاي سكتوا الله يرحم باباكم باش نفهموا. على والدي يشرح لكم. خليهم يعطوا. لا لحظه. داكور خلاص. على بالي صح بالعقل الله يخليكم. انت سالتي يا مدام السؤال، هو راه اثبت وجاوب في الاول، لكن كثره الكلام ما خليتوش تسمعوه الكل. راني نعاود نفس الكلام اللي يقولوا، راهو امامكم. هذا هو المترشح الذي تقدم الى المجلس الدستوري بملف ترشح، ويسمى رشيد نكاس. احنا نتكلموا مع المترشح اللي امامكم، ما نتكلموش على شخص اخر. الشخص يثبت ويشهد انه هو المترشح. انا عندي نسخه من الملف، وهذا ملف اداري، وهو استلم وصل استلام. هو مش متعود على الصحافه ومواجهتها. وعندكم شيء واحد فقط، هل هذا الكلام صحيح ام لا؟ ما تسالوهش على اشياء اخرى يجيبوا عنها الاخرون. سي رشيد هذا الكلام صحيح؟ منين خرجت انت؟ منين وين كون؟ ايش شكون انت؟ والله شكاس. راك امام الصحافه قلنا وراه نكاس المرشح الاخر. زملاء الكرام، لحظة.